كم مرة وافقت تطلع ويا أصدقائك وأنت ميت تعب وبس تريد تنام؟ كم مرة شيل الشغل مو شغلك بالكلية أو بالدوام بس لأن استحيت تقول لا؟ الموضوع مو مجرد طيبة قلب زايدة، عدم قدرتنا على الرفض هو صراع داخلي نفسي سببه جاي نلغي حدودنا ونمشي بكلمة صار وتدلل. بهذا الفيديو راح نفكك هاي العقدة نفسيا واجتماعيا ونعرف شلون نقول لا بدون تأنيب ضمير. ليش عقلنا الداخلي يكره كلمة لا؟ ليش كلمة لا المتكونة من حرفين تحسها ثقيلة أثقل من جبل؟ علم النفس يقول عقلنا مبرمج على هذا الشيء لسببين، اول شيء برمجة الطفولة، من كنا صغار كانوا يمدحونا من نصير نسمع الكلام ومن نعترض راح يبهدلونا، فكبرنا واحنا نربط قيمتنا برضا الناس علينا. اثنين، خوف قديم من العزلة. بعلم النفس التطوري الانسان القديم اذا رفض من القبيله راح يموت وحده بالغابه، وعقلك لليوم يترجم هذا الرفض على انه تهديد راح يخليك منبوذ ومعزول. هذا بعقلك زين. والمجتمع، احنا عايشين بمجتمع يقدس الانتاجيه المستمره، النظام يفهمك انه قيمتك ايش قد جاي تسوي، ايش قد جاي تنتج وتشتغل. اذا قلت لا للشغل اضافي يعني انت كسلان وما بك خير، واذا قلت لا لالتزام عالي لانك تعبان طلعت اناني وما بك خير. التكنولوجيا والسوشيال ميديا خلتنا متاحين 24 ساعه، صار متوقع تجاوب بالعشرة بالليل وتوافق بنفس اللحظه. المجتمع صار يعتبر وضع الحدود تقصير، وهذا اللي يخلي كلمه لا اصعب مليون مره. من تقول ايه لكل شيء انت جاي تدفع ضريبه نفسيه وجسديه غاليه، توصل للاحتراق النفسي والزعل المكتوم من نفسك ومن الناس. من تقول ايه للشغلات اللي ما تريدها، انت قاعد تقول لا لراحتك وصحتك. شلون نكسر هاي العقده؟ بثلاث خطوات. اول شيء اشتري وقت. من واحد يطلب منك شيء قل له خل اشوف وقتي وارد لك الخبر، هذا راح يفصل ردة فعلك السريعة عن قرارك العقلاني. ثانيا، ابدأ بالرفض الصغير، اعتذر عن طلعة قهوة مو وقتها، مكالمة وانت قاعد ترتاح، عود دماغك ان الرفض ما وراه كارثة. ثالث شيء، ارفض الطلب مو الشخص، وضح ظروفك هي السبب، قول والله اتمنى اساعدك بس حاليا طاقتي ووقتي ما يسمحون. ترى من تقول لا هذا مو يعني انت شخص اناني، معناه انت شخص محترم وقته وصحته النفسية، واللي يحبك صدق راح يقدر ظروفك وحدودك. شاركوني تجاربكم، في امان الله.